السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. النهاردة فيديو مهم، كان ناس كتير طلبته مني، عايزين نعرف ايه الأفضل وايه الأحسن، اشتري نيسان صني ولا أجيب البروتون ساجا. الحقيقة عربيتين مهمين قوي ومقارنة حلوة قوي بين العربيتين دول. طب ما يلا بسرعة نبدأ، بس قبل ما نبدأ متنساش في لايك تحت ببلاش. حضرتك هتدوس لايك، انت كده بتساعدني ان الفيديو ينتشر ويوصل لاكبر عدد من الناس واكتر ناس تستفيد. وما تنساش رايك حطه لنا في الكومنت، ولو عايز تعمل شير جزاك الله خير. يلا بقى بسرعه نبدا الفيديو. النهارده معانا عربيتين تقال قوي، نيسان صني وبروتون ساجا، تقال في الفئه السعريه بتاعتهم، يعني عليهم كلام كتير قوي وناس كتير قوي، اجيب البروتون ولا اجيب الصني، والكلام منتشر قوي. طب ما تيجي كده نبص العربيه ونفصصهم حته حته. تعالى اول حاجه نتكلم عن الموتور والفتيس في العربيتين. نيسان صني بياعه، تعرف تبيع موتور تنفس طبيعي مفيش منه اي مشاكل، فتيس اوتوماتيك عادي مفيش منه اي مشاكل، فالعربيه الحمد لله بدون مشاكل. فلذلك كل الناس بتحب تريح دماغها، هات نيسان صني. اي حد عايز يشتغل بيها تطبيقات نقل ذكي هات نيسان صني. طيب تعالى الناحيه الثانيه بقى نبص على ايه؟ على البروتون ساجا. اداء موتور كويس مفيش فيه مشاكل. طب الفتيس لحد الان مفيش فيه مشاكل. طب هل في ناس اشتكت منه؟ لا، قليل قوي ونادرا لما بيحصل فيه مشكله. فتيس اعتمادي برضه، بس اداء الموتور مع الفتيس كويس. يعني العربيتين ادائهم في الموتور والفتيس فيه مشاكل؟ لا مفيش مشاكل. يبقى اول حاجه واهم حاجه بحب اتكلم عنها الموتور والفتيس في العربيتين بدون اي مشاكل الحمد لله. تعال نخش بقى على المساحات، ودي حاجه مهمه قوي. نيسان صني بتتفوق على البروتون في المساحه. نيسان صني حجمها كبير، الكنبه بتاعتها واسعه، الكراسي اللي قدام واسعه، العربيه كده بومبي واخده راحتها في القعده، تاخد 3 عقله مرتاحين، عربيه واسعه. البروتون ساجا اضيق شويه، عربيه ضيقه شويه من ورا، ولا تحس ان ايه برضه في فرق في المساحات. يبقى هنا المساحات تتفوق فيها النيسان صني. طب الشنطه تتفوق النيسان صني برضه على البروتون. شنطه النيسان صني كبيره وواسعه وبتاخد شنط كتير، تقريبا 490 او 500 لتر تقريبا. البروتون ساجا لا، الشنطه اصغر شويه. يبقى المساحات تتفوق نيسان صني. طب تعال نتكلم عن اداء التكييف اللي بيهم ناس كتير في الصيف. الاثنين ادائهم تكييف ممتاز بصراحه، الصني والبروتون اداء التكييف بتاعهم كويس جدا مفيش فيه مشاكل. نتكلم عن نقطه بتهم الناس كلها بقى، قطع الغيار. الاثنين قطع غيارهم متوفره، العربيتين متوفره قطع الغيار. طيب اسعار قطع الغيار نيسان صني بتكسب، اسعار قطع غيارها اقل من بروتون ساجا، وكمان منتشره بكتير جدا عن بروتون ساجا. انت بتجيبها من عند البقال نيسان صني، اما البروتون لا، ناس معينه اللي بتشتغل فيها. بس بروتون عملت خدمه افضل، ان هي نزلت كل قطع الغيار بتاعتها على نون، تطبيق نون. ما تنساش كمان تستخدم الكود ده، الكود ده خاص بيا. لو عايز تشتري اي قطعه غيار لبروتون ساجا هتلاقيها على نون، ولو استخدمت الكود ده هتاخد تخفيض 10% وتاخد كاش باك كمان. يبقى البروتون ساجا وفرت خدمه للعملاء، ان هي حطت كل الشغل بتاعها على نون، تقدر تشتري قطعه غيار وانت قاعد في البيت، فاصبحت متاحه، مش موجوده في التوكيل بس، موجوده كمان على نون. فتوافر قطع الغيار الاثنين كويسين جدا. طيب اسعار قطع الغيار، لا نيسان صني بتكسب. اسعار قطع غيار نيسان صني اقل في السعر من بروتون. كمان نيسان هتلاقي القطعه الاصلي والكوبي والهاي كوبي والصيني، هتلاقي منها كذا قطعه بكذا حاجه بكذا سعر، ولكن البروتون لا مش كتير زيها كده. يبقى في توافر قطع الغيار الاثنين ممتازين. اسعار قطع الغيار نيسان صني بتتفوق. اعاده البيع، ثاني عربيه بتكسب في اعاده البيع نيسان صني. تعالى اعرض عربيه نيسان صني بالليل في السحور كده، تتباع الصبح قبل الفطار. لو عرضت بروتون ساجا لا، هتتقل معاك، تقيله شويه في البيع، هتقعد فتره معاك في البيع لحد ما تتباع. فاعاده البيع بتكون افضل لنيسان صني على البروتون ساجا. طيب وانت كده من الفيديو بتقول لنا ان نيسان صني احسن من بروتون ساجا، واشتري نيسان صني ما اشتريش بروتون ساجا. ماشي، بس في نقطه انا لسه ما اتكلمتش عليها وهي الفيصل في الموضوع، اسعار العربيتين. ما هي دي نقطه مهمه جدا، السعر بيفرق السما من الارض. بروتون ساجا 599، عربيه تحت 600,000 جنيه، اول عربيه في مصر تحت 600,000 جنيه. اما نيسان صني بتبدا الفئه الاولى من 690 اللي هي الفاضيه ما فيهاش ولا فاميه، الفئه الثانيه اللي فيها فاميه وفيها سبويلر ورا وفيها جنوط
بتبقى ب 745,000 جنيه، وبعد كده الفئه العاليه تقريبا ب 780 او 790,000 جنيه. فهنا في النقطه دي بتاعت السعر تتفوق بروتون ساجا جدا عن نيسان صاني. لو هنتكلم على اول فئه بس في النيسان صاني اللي هي فاضيه ام 690,000، انت في فرق 90,000 جنيه زياده عن سعر العربيه البروتون. فال 90,000 جنيه بيفرقوا جدا. طب هل الحاجات اللي نيسان صاني بتقدمها لي تستاهل ان انا ادفع 90,000 جنيه زياده؟ تستاهل للي عايز. يعني انت لو اسره كبيره ومحتاج عربيه واسعه ومحتاج عربيه كبيره ادفع 90,000 جنيه. انما انت لو شاب او كبنت مفيش مشكله، هات ان البروتون ساجا ممتازه جدا، وخصوصا مع البنات عربيه حلوه جدا كمان. فهنا في المقارنه دي شرحنا كل حاجه، وقلنا الهدف ايه، وقلنا ايه اللي كويس وايه اللي وحش، ودي كانت مقارنه سريعه. انت بقى جمع النقط دي كلها وشوف ايه الافضل ليك. يعني مش هينفع اقول لك ان دي احسن من دي، دي احسن من دي في حاجه ودي احسن من دي في حاجه. فانت جمع عشان توصل للهدف بتاعك وتوصل للعربيه اللي انت عايزها. لو في اي سؤال تاني او اي حاجه سيبها لي في الكومنتات، هرد عليك في الحال. ما تنساش اللايك وتصلي على الرسول. السلام عليكم.